جهاز مش أساسي إن أنتِ تشتريه في جهازِك كعروسة، لكن هو هيكون ضروري جدًا، ولو اتجوزتِ أصلًا من غير ما تشتريه، هتلاقي نفسِك غصبٍ عنِك بتشتريه، لإن دلوقتي جهاز الوبر ده أساسي ومهم في كل بيت. تخيلي إن أنتِ مثلًا تجيبي اللبس، أنا عن نفسي ما جبتوش أول ما اتجوزت، أنا جبته بعد أمّا اتجوزت، لإن لقيت لبس كتير كان ممكن يترمى بسبب كمية الوبرة، وخصوصًا مثلًا لبس الأطفال، اللبس الشتوي، البيجامات، الترنجات، بتلاقيها مليانة وبرة، فإحنا هنعمل إيه؟ هنرمي اللبس ده؟ لأ، أنا بصراحة جبت الجهاز ده وحسيت إن هو بالنسبة لي استثمار، وأنتِ فعلًا لو ما قدرتيش تجيبيه قبل جوازِك، هتجيبيه غصبٍ عنِك بعد جوازِك. طبعًا. بُصّوا، هو أنا اتعمدت إن أنا أجيب لكم البراند دي عشان أعرّفكم إن مش شرط يا جماعة براند معيّنة لجهاز الوبرة، لأ في أنواع هي مش معروفة وفعلًا كويسة جدًا، النوع ده كويس أوي، والنوع التاني برضه اللي أنا جبته لكم في فيديو قبل كده حلو أوي. جديدة من أول وجديد، تعالوا نجرّبه مع بعض ونشوف الفرق قبل وبعد. ركّزوا الأول في الجزء الشفاف، شايفينه هو نضيف إزاي؟ ودلوقتي بدأت أنضّف الوبر، كل الوبر طلع في الجزء الشفاف زي ما أنتم شايفين، ودي النتيجة في الآخر. لو عجبك الفيديو اعملي لي لايك ومتابعة، وإن شاء الله الفترة الجاية هانزّل لكم نصايح كتيرة جدًا خاصة بالعرايس.